بيقول لك ذنب الطفل اللي مات ايه؟ واولا نبدا بالسؤال اللي شاغل بال ناس كتير جدا، اين الحكمه من وجود هذه الاحداث؟ اين الله تعالى من وجود هذه الاحداث؟ هل الله لم يطلع على هذه الاحداث؟ حاشاه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم يا جماعه في فيديو جديد، ولكن حابب انبه قبل ما ابدا الفيديو ان الفيديو ده هيكون طويل شويه، وده راجع لاهميه الفيديو، وده طبعا بعد الاحداث الضخمه اللي حصلت، كم التساؤلات اللي بيتم، طب وايه الحكمه من كده؟ طب وفين ربنا سبحانه وتعالى؟ حاشاه سبحانه وتعالى. فين النصر في الموضوع؟ احنا مش شايفين حاجه، واساءه ظن بالله سبحانه وتعالى، يعني نسال الله ان يعفو عنا بفضل الله. كل التساؤلات دي هنجاوب عنها، ولكن بمجهود وملخص علماء او شيوخ اتكلموا في الموضوع ده، ولكن ليس مجهودي، ولكن المجهود اللي انا عملته ان انا لخصت كل المحاضرات دي او جمعتها في فيديو ممكن يتعدى ال 10 دقائق فقط بالكثير يعني. فتابع الفيديو للنهايه عشان تستفاد، ولعل بس شخص واحد ينتفع من هذا الفيديو. ونبدا الفيديو، ولكن بعد الاستعانه بالله نستعين بهذا الكتاب، كتاب ويزكيهم للدكتور مصطفى اسماعيل. الكتاب ده شرح الدكتور في سوره الحجرات، ولكن هنستعين بيه بوجه كده. الوجه ده مهم جدا، شارح النظره اللي كلنا بننظرها اللي هي غير مناسبه لطبيعه خلقتنا. واولا نبدا بالسؤال اللي شاغل بال ناس كتير جدا، اين الحكمه من وجود هذه الاحداث؟ اين الله تعالى من وجود هذه الاحداث؟ هل الله لم يطلع على هذه الاحداث؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ناس قالت الكلام ده حرفيا، وقالت لي الكلام ده حرفيا، ولكن كل الاجابات دي هنجاوب عنها ان شاء الله. اولا نبدا بس نستشهد بالجزء اللي الدكتور كتبه، ليه انت غير مؤهل انك تفهم هذه الحكمه؟ طبيعه خلقتنا غير مؤهله انها تفهم الحكمه المطلقه من هذه الاحداث او الحكمه الكامله مما يحدث، ولكن في بعض الحاجات كده لازم نفهمها. انا عاوزك تسقط برضو هذه الاحداث على شؤون حياتك. انت ماشي في مشوار، حصل لك موقف معين، ليه الموقف ده حصل بالظبط؟ ايه الحكمه من الموقف ده؟ هقول لك الحكمه من الموقف ده، وهقول لك الحكمه من معظم الاحداث اللي بتدور في حياتك، والحكمه ايضا من هذه الاحداث، ولكن عاوزك تفهم ان الحكمه المطلقه مش هتعرفها. ليه؟ فالدكتور بيذكر الاسباب بقى. ليه؟ لان الانسان غير مؤهل ان يقدم كلامه او فهمه او خبرته على كلام الله ورسوله. قال تعالى وصف الانسان انه كان ظلوما جهولا. الانسان ده جاهل وظالم لنفسه، عشان كده احنا بنقول في اذكار الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. وخلق الانسان ضعيفا، استشهاد تاني، وكان الانسان عجولا، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. كده عندك 4 صفات: ظلوم، جهول، ضعيف، يجادل كثيرا فيما يعرف وما لا يعرف، يدعو بدعوه يظنها خيرا وهي محض الشر عليه. قال تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يا رب انا عاوز كذا وكذا، ربنا يمنع عنه ما طلبه، ولكن هو يظن ان الله لم يستجيب. انت لا تدري مصلحه نفسك، يعني هل تصلح هذه المؤهلات ان تكون حكما على شرع الله؟ انا عاوز بس ابين لك مرحله ضعفك وعجزك. طب ليه انا كانسان يستحيل اعرف الجواب الكامل من هذه الحكمه او من هذه الاحداث؟ لان هذه الاحداث فيها ابتلاءات، والابتلاء من جمله التكليف والاختبار، ولو هنا ظهرت كل معاني الحكمه الالهيه لما صار تكليفا. مفيش تكليف بقى ولا بلاء ولا خلاص انت عرفت كل الامور وضحت كده. بعض حكم البلاء خفيه، ولكن قد تظهر بعض حكم البلاء ايضا، حتى تظهر الفئه المؤمنه والمهزوزه كده كده هتزيد بعدا، هتبعد اكتر. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خيرا اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. عاوز اقول لك مين غير الانبياء اكرم على الله عز وجل؟ مين غير الانبياء افضل عند الله عز وجل؟ مع ذلك كان اكثر الناس بلاء، اشد الناس بلاء، حتى في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ان اكثر الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اذا لما ولماذا ابتلوا عشان يمكن لهم وينتشر الدين ويجي لك الاسلام. اذا لولا البلاء ما كانش يبقى فيه تمكين. مثال بسيط كده من ارض الواقع، الناس اللي بتقدم كليه حربيه، شوف كم الاختبارات اللي بتدخلها، كم المعاناه اللي بتعانيها، في الاخر ممكن ينجح ممكن ما ينجحش. كل ده عشان ايه؟ عشان يمكن له، عشان يمسك منصب معين، يكون قادر على اداره هيئه معينه. اذا لولا البلاء لما صار التمكين. قال تعالى وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. وايضا في الحديث ان الله اذا حب قوما ابتلاهم. وايضا في الحديث ان العبد اذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او ماله او ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه هذه المنزله. وده ان يدل على حقاره الدنيا وكسرها، وانها لا تذكر بالنسبه للاخره. واحد عايش من اول ما اتولد في ابتلاء، ده يدل على حقاره الدنيا وكسرها، بما يلاقيه من جزاء من رفعه في درجات بسبب هذا البلاء. يبقى اذا هنا الدنيا لا تذكر، هي اصلا حقيره وهينه عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم ينظر اليها منذ ان خلقها. قال صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط ايدك كده في البحر، شوف انت هترجع بايه. هكذا الدنيا في الاخره. قال كم لبستم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. ده مش بس يوم، لا ده اقل من اليوم. ايضا في الحديث ان الله اذا احب عبدا حماه الدنيا، حماه من متع الدنيا وشهوات الدنيا. وقال الحافظ ابن رجب ايضا وربما اخذ الله من دنيا المؤمن ما يعمر به اخرته فما فرق الا ليجمع وما اخذ الا ليرد. عشان كده المؤمن لازم امره كله يكون مفوض لله. يقول لك ذنب الطفل اللي مات ده ايه؟ السؤال نفسه غلط. طب لماذا سمح الله بقتل انبيائه؟ احنا قلنا انك ضعيف وظلوم وعجول وجهول، دي مش بتاعتك انت. في قصه الغلام والساحر والراهب، الملك يقتل الغلام قدام الناس كلها، بس كانت النتيجه ايه؟ ان الاسلام ينتشر. طب هو ليه الناس دي مش بيعجل لهم حسابهم؟ او ليه المظالم هنا مش بترد؟ لان الدنيا
ليست دار جزاء، وان المظالم تؤجل ليوم القيامه. وطبعا ما ننفيش ان بعض المظالم تعجل لاصحابها في الدنيا، ولكن اغلب المظالم تؤجل ليوم القيامه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. واكبر دليل هنا في القران قصه اصحاب الاخدود، لما اصحاب الاخدود حفروا حفره وحرقوا فيها المؤمنين. هل هنا ربنا قال في السوره ان حصل لهم عقوبه دنيويه؟ بالعكس، القران اكد فقط بفوز الفئه المؤمنه، ذلك الفوز الكبير. طب ازاي بس اللي انت بتقول عليهم فازوا هم اللي اتحرقوا بالكامل في الحفره؟ ايوه زي ما بقول لك كده، ولم يرد الفوز الكبير في القران الا في سوره البروج فقط. عاوز اقول لك ان دول شهداء، كذلك برضو اهلنا او اخواتنا في غزه نسال الله ان يتقبلهم من الشهداء. فطالما هم شهداء عاوز اقول لك ان هم ما حسوش بحاجه، لان الشهيد لا يشعر بالم الموت، او زي ارصه كده سواء كان طفل او رجل او امراه. انما احنا بقى اللي مساكين، واحنا اللي نخاف على انفسنا، لان موتتنا هتكون صعبه شويه سواء كنت مسلم او كافر، وملهاش علاقه هنا بحسن الخاتمه او سوءها. سيدنا علي بيرص الجيش بتاعه وبيقول لهم: ايها الناس اطلبوا الشهاده، فوالذي نفسي بيده ان موت احدكم على فراشه ومعالجه سكره من سكرات الموت تعدل عند الله ألف ضربه سيف، يعني مليون ضربه سيف. اللي هم ايه؟ الغلابه المساكين اللي زينا، اللي احنا مين بنتسخط على اقدار الله على الشهيد اللي هو اصلا موته الالم بتاعها قد قرصه النحله او اقل منها اصلا. انا مش بقول اننا ما نحزنش، لا طبعا لازم نتالم لالمهم ونحزن لحزنهم، ولكن لا نتسخط على قدر الله. كل ده حاجات غلط، امور قد توصلك لشيء من الكفر والعياذ بالله. تعرف بقى ان الشهيد ده هو الوحيد اللي هيطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يرجع الدنيا مره ثانيه. ليه يا رب؟ كان يموت ويقتل في سبيل الله مره ثانيه. ليه بقى؟ لما رآه من منزله وكرامه عند الله سبحانه وتعالى. مش بس كده، اي ذنب كان بيعمله الشهيد يغفر له بفضل الله سبحانه وتعالى، الا طبعا حقوق العباد، ودي اتكلمنا فيها قبل كده فيديو منفصل. انك تغتاب حد او تتكلم عن حد ده غلط وامر خطير جدا ومهم، لكن مع البلاء تنزل رحمه الله وينزل لطف الله سبحانه وتعالى. فابشروا برحمات الله واحسنوا الظن بالله. وعاوزك تكون عندك يقين كده: ولو شاء ربك ما فعلوه، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم انك هتكون فين دلوقتي لو ما انتش قاعد مثلا بتشوف الفيديو ده. وعاوزك تفهم ان البلاء كله خير سواء كان للفرد او للامه. اكبر مثال قصه الخضر مع سيدنا موسى، حاجات كتير ظهرت على انها شر، قتل الغلام، خرق السفينه، كل ده يظهر لك امور انها شر ولكن في الاصل هي خير. يبقى اذا لابد ان تسلم اقدارك كلها لله، وان تؤمن حق اليقين بركن الايمان السادس، الايمان بالقدر خيره وشره. ولو جيت تعرف هتلاقي ان حكم البلاء فعلا من اسباب الخير سواء كان للفرد او للامه. واحد تدين بسبب بلاء معين، بدا يصلي، بدا يلتزم بسبب بلاء ربنا ابتلى به بسبب حاجه معينه حصلت له، فاذا الخير اصبح هنا في هذا البلاء. فعاوزك تسلم لله وتنظر الى بعض حكم الله سبحانه وتعالى كعين القران والسنه. طب ده البلاء وبعض حكم البلاء، طب اين النصر في هذا الموضوع؟ انا عاوز اقول لك ان حصل انتصارات رهيبه جدا في الموضوع، ولكن عاوزك تفهم برضه ان سيدنا موسى وسيدنا هارون لما دعوا ربنا سبحانه وتعالى انه يهلك فرعون وجنده، قال تعالى: ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. شوف ربنا رد عليهم وقال ايه؟ قال: قد اجيبت دعواتكما. شوف بقى الدعاء ده اجيب بعد كام سنه من المعاناه وجبروت فرعون وكم الظلم اللي مروا بيه. سيدنا ابراهيم واسماعيل عليهما السلام دعوا ربنا سبحانه وتعالى انه يبعث في مكه رسول. عارف النبي محمد بعث بعد كام قرن من هذا الدعاء؟ وهنا السؤال: ليه ما حدش منهم تساءل لماذا تاخرت اجابه الدعاء؟ لانهم عارفين سنن الله في خلقه وحكم الله في كونه، عارفين ان لو شاء ربك ما فعلوه، وعارفين ايضا ان ربنا يدبر كل شيء، كل حاجه بتحصل بعلمه وارادته ومشيئته، فتعمل اللي عليك وتاخد بالاسباب وليكن ما يكون. ومن بعض صور النصر ديت اولا لما تظهر حقيقه الدول الغربيه على حقيقتها، بتوع الحقوق حيوان وحقوق ما اعرفش ايه، فين الناس دي؟ الناس دي ما طلعوش يتكلموا بكلمه واحده عن الاحداث اللي بتحصل. اذا ظهرت العلمانيه الغربيه على حقيقتها. لما يحصل حاله استنفار ايمانيه في الامه، ده مش نصر. لما الانسان يحزن لحزن اخيه، اذا ده مش نصر. لما الامه باكملها تحزن لهذه الاحداث، اذا ده مش نصر. لما يحصل تآلف بين قلوب المسلمين في العالم كله، ده مش نصر. لما كل مسلم النهارده بدا يدعي لهم، ده مش نصر. لما كل واحد كان بعيد عن ربنا بدا يقرب، ده مش نصر. لما واحد النهارده عاد بيخجل ان هو يشتري مثلا ازازه بيبس او سندوتش ما اعرفش ايه خجلا لاهله او اخوانه في غزه، ده مش نصر. لما ربنا سبحانه وتعالى يتخذ من هذه الامه شهداء، ده مش نصر. لما واحده امريكيه تطلع تعمل بحث، ازاي الناس دي مش خايفه؟ ان ازاي الناس دي عندها قمه السكينه لما واحده زي دي تعمل بحث وتاسلم بسبب البحث ده مش نصر. لان هنا المؤمن امن في الحالتين، ما يضروش شيء في الحالتين. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ احنا منتظرين ايه؟ يا اما النصر يا اما الشهاده. لما تعرف مدى جبن اليهود او مدى جبن الناس دي وضعفهم، ده مش نصر. وطبعا زي ما قلنا الجواب الكامل لحكم الله مش هنعرفها. وطبعا لا تستهين بالدعاء لانه من اهم طرق النصر، فانت ما عليك الا انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. بس كده، ده كان فيديو ملخص لكم المحاضرات اللي اتسمعت الفتره اللي فاتت ديت او اللي شيوخ كثير اتكلموا عنها. نسال الله ان يجزي كل من تكلم في هذا الموضوع خيرا كثيرا، وان يعني يرفع درجته في الفردوس الاعلى.
تعالى من الجنة، ونسأل الله أن يحفظ أهلنا وبلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يزلزل عدونا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.